بدأ الإسلام والعدو الأساسي للإسلام كان قريش بس. قول هذا الداعية على أن أول عدو للإسلام هم كانوا قريش، فكلامه نقيض بما يؤمن به ويعتقد به، لأن كل بما يسمى الفقهاء والعلماء المسلمين بكل مذاهبهم من سنة وشيعة وإخوان وسلفيين ووهابيين إلى آخره أجمعوا على أن الإسلام هو دين الفطرة، يعني أن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان خلقه مسلما. إذن من المفترض أن أول عدو للإسلام هو الشيطان، وهذا في الحقيقة ما ذكر في القرآن، لأن الله تعالى يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، ويقول أيضا إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وأنا شخصيا في الحقيقة أتعجب لهؤلاء بما يسمون الدعاة الذين لديهم الآلاف بل بالملايين من المحبين والمتتبعين، ويجولون حول العالم في الطائرات وفي الفنادق الفاخرة، وتصرف عليهم أموال طائلة، ويلقون محاضرات أين يحضرون الآلاف من الشباب بهذا هذا الفهم الخاطئ. فإذا كما قلت من المفترض أن إبليس، بالمناسبة إبليس كان أول متمرد، يعني عندما الله أمره أن يسجد لآدم فكان يعتقد على أنه لا السجود إلا لله. إذن أنا لا أريد الخوض في موضوع إبليس، ولكن القول على أن قريش كانوا أول أعداء للإسلام، فأنا في رأيي البسيط قريش أو أهل قريش أو قبيلة قريش، حتى محمد عليه السلام كان قريشي، فكانت ردة فعل قريش كانت ردة فعل طبيعية، كان حق مشروع، لأنهم كانوا يكسبون تجارة تجلب لهم أموال طائلة. كانت هناك ناس تأتي من أنحاء العالم من كل المناطق للتجارة، فبطبيعة الحال قريش لم يكن لهم لم يهتموا لم يعطوا اهتماما كبير، أو لم يهمهم الموضوع إن جاء هؤلاء الناس لكي يتبركون أو يعبدون الآلهة، بل كان همهم الوحيد هو الربح. ففجأة ظهر شخص فيهم فقال لهم أنا عندي تجارة أحسن من تجارتكم، فأتركوا تجارتكم. فقالوا له أي تجارة أنت تدعي؟ قال لهم إن تؤمنوا بي كنبي فمصيركم الجنة، النعيم، حدائق أعنابا وكواعب أترابا وحور عين والولدان المخلدون وأنهار من خمر وعسل ولبن مخلدين إلى آخره. إذن في الحقيقة القول على أن قريش كانوا أعداء للإسلام هذا فهم خاطئ، وهذا يثبت على أن هؤلاء بما يسمى الدعاة ليس لهم أي مستوى. وفي الحقيقة كما قلت أن من المحزن أن هؤلاء لهم الملايين من المتتبعين.